ثلاثة ديال المجالات مازال تقدر تدخل منهم صريف وغير من داركم في هذا 2024. اول حاجه التجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه هي واحد الحاجه اللي ما عمرها غادي تموت، سواء من خلال انك تبيع منتجات اللي هي حقيقيه او من خلال بيع منتجات اللي هي رقميه. ثاني حاجه تقديم الخدمات، يعني فاش كتكون انت كتعرف تصاوب شي حاجه تقدر تقدمها كخدمه لواحد اخر اللي ما عندوش سوا الوقت سواء ما باغيش يهرس راسو مع شي حاجه اللي ما كيعرفهاش. مثلا انا بغيت ندخل التجاره الالكترونيه بدل ما نبدا نهرس راسي مع كيفاش غادي نصاوب متجر الكتروني ونبدا نتعلم من الزيرو ونضيع الوقت، سيرتو الا ما كانش عندي الوقت غادي نتواصل مع شي واحد اللي كيميتريزي هادشي مزيان وهو اللي غادي يصاوب لي هذا المتجر الالكتروني وغيولي هو رابح وانا رابح. ثالث حاجه التعليم عبر الانترنت، يعني كتميتريزي شي حاجه مزيان بحال شي لغه اولا شي حاجه اللي كتعرف تصاوبها وتعلمها لناس اخرين. وكنعرف ناس استغلوا غير اللغه العربيه ديالهم كيعلموها الاجانب